على دربك لن نحيي، على دربك لن نحيي. الشعب يريد تجريد التطبيع، الشعب يريد تجريد التطبيع، الشعب يريد تجريد التطبيع، الشعب يريد تجريد التطبيع، الشعب يريد تجريد التطبيع. لا تطبيع ولا رجعية، الشهيد خلوصية. لا تطبيع ولا رجعية، الشهيد خلوصية. لا تطبيع ولا رجعية، الشهيد خلوصية. لا تنازل عن القضية، الشهيد خلوصية. لا تنازل عن القضية. الحرية كرامة وطنية، 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 الحرية كرامة وطنية. اليوم أرسك يا شهيد، لن ننساك أبدا يا شهيد. يا شهيد يا بطل، على دربك لن نحيد يا شهيد. لبيك يا نصر الله. بعده خلينا نشوفوا يا ولاد، ما تتفرج حتى هي. لا باين بعد شوي على نواصل اليوم من الاحتفاء بالشهيد عمران القطري على ارواح الشهداء، روح البطل عمران القطري. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أيها الأعزاء، جئناكم من لبنان، من أرض حسن نصر الله، من أرض المجاهدين، من أرض الشهداء، لنحييكم جميعا، لنحيي أهلنا في كفة، لنحيي كل الشرفاء، لنحيي تونس الثورة. جئناكم من لبنان حاملين نعش الشهيد المناضل عمران الجيلاني المصري. وباسم فلسطين أرضا وشعبا
باسم فصائله وتنظيماته وباسم منظمة التحرير الفلسطينية وباسم القدس وباسم كل الشرفاء في العالم ومن سفارة دولة فلسطين أتينا لا نقدم العزاء، بل أتينا لنقدم التهاني لأمك ولقبطة وشعب قبطة وشعب تونس الحر. أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقف بينكم الآن أحمل إليكم تحيات الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وتحيات رفيق نائب حواكمي الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. كما أنقل إلى شعب تونس الشقيق تحيات شعب فلسطين من القدس ورام الله وجنين ونابلس وغزة ورفح وعكا ويافا والناصرة. تحية إلى كل حبة تراب فلسطينية تتشوق للحرية والخلاص من رجس الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، ولنرفرف فوق راية فلسطين الحرية المستقلة السيدة العربية. وكنا قد اجتمعنا اليوم فالفضل في ذلك يعود لبطلنا ورفيقنا الشهيد عمران شيلاني ابن تونس الذي حمل راية بلاده وتوجه بها نحو فلسطين ليقاتل باسم شعبه وباسم كل المناضلين من ابناء تونس وليستشهد فوق ارض فلسطين، يروي بدمه الغالي ترابها المقدس، ويقول لنا وللعالم اجمع ان قضيه فلسطين لم ولن تكون قضيه شعبها وحده، بل هي قضيه الشعوب العربيه كلها، بل هي ايضا قضيه احرار والشرفاء في العالم. وباستشهاد على ارض فلسطين يكون رفيقنا البطل الشهيد عمران شيلاني قد مثل النموذج الراقي للمناضل العربي الذي يحمل في قلبه وعلى اكتافه قضيه شعبه وقضايا امته، وفي القلب منها قضيه فلسطين قضيه العرب اجمعين. باسم شهداء لبنان، باسم المقاومه في لبنان، نقف وقفه احترام امام عظيمه صنعت الرجال فكان الشهيد المقدم، هذا الشهيد البطل الذي ناضل في ارض فلسطين وفي ارض لبنان وجاء شهيدا الى اهله في ولايه غزه. تحيه للام خالصه، خير الامهات خالصه، تحيه لها من القلب، من الشهداء وعوائل الشهداء من المقاومه ومن الامين العام. يتسلم هذا الدرع ولدها الحبيب المناضل رشيد المقدمي. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل. عمران والجبهة والتونس ولد الوطن العربي ولد العالم. عمران استشهد من اجل اهم قضيه هي قضيه فلسطين، واي بوصله لا تشير الى فلسطين هي بوصله المشروعه. حسبوها على رؤوس الحاضره. فلسطين عربيه، لا حريه الانسانيه. فلسطين عربيه، لا حريه الانسانيه. عهد المافيا بن علي ثم برشا ناس تتساوي. ليش ما رجعش شفان الشهيد عمران 2008؟ ليش ما رجعش؟ 2008 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 20
قامت عنه قصة سخونة بأحداث الحي المنشلي. بأحداث الحي المنشلي. الرحمة لشهداء الحي المنشلي. الرحمة لشهداء الحي المنشلي. اتصل فيه أحد الضباط الكبار في وزارة الداخلية وكان يريد الحرف الواحد: ماذا تريدون منا؟ أجبته أنا واحد. أجابني أهل قصة: ماذا تريدون منا؟ قلت له أنا أريد جلب جثمان أخي. قال لي بكل وقاحة: يظهرنا. لكن الآن رجع عمران ورجع جثمانه بجرد سلامتهم بغرفتهم وبفضل اتحاد أرضي الجيزان. هذا الوطن الكبير، هذا الوطن الكبير، خيمة الوطني. هذه الوالدة العظيمة التي أنجبت عمران المقدمي خير ما أنجبت. كان رجلا ولكن رجال، انتقم لأبي جهاد، انتقم لشرف الأمة، دعم القضية الفلسطينية. هذه الأمة التي أنجبته يقدم لها الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة هذه الهدية المتواضعة اعترافا لها بالجميل واعتزازا وفخرا بعمران المقدمي وبالعائلة. طلب من شقيق الشهيد عمران المقدمي قاسم عفية للعام مساعد الاتحاد العربي للشغل مسؤول عن الدولية العربية مسؤول من العام مساعد مسؤول عن العلاقات الخارجية والعربية والهجرة. طلب من شقيق الشهيد أو صديق اتصل بالاتحاد وطلب منا أن نعاونوه على استعادة وفاة الشهيد. أنا تعذر في 2008 الأسباب تعرفها بحكم الوضع التي كانت هناك في الحوزة المنجلي من ناحية ولتسلط السلطة وعدم رغبتها في استجواب وفاة الشهيد. إذن بهذا الطلب وبحكم علاقتنا بمستوى الاتحاد العام لتنسيق الشغل باتحاد الوفاء اللي هو عنصر واتحاد قريب من حزب الله اللي قام بعملية تبادل الأسرى بعد مع المقاومة اللبنانية الكيان الصهيوني. اتصلنا به وقمنا بالإجراءات اللازمة وفقدت طلبت المسألة الوقت اللازم للقيام بعملية الإجراءات، خاصة أن هناك إجراءات إدارية وتمت العملية. 9 أبريل 2012 يوم تاريخي آخر يسجل فيه شعبنا عن مدى ارتباط بعضه الوطني ببعضه القومي. 9 أبريل 2012 اللي يوم ذكرى شهداء تونس من أجل الحرية والاستقلال من الاستعمار الفرنسي الغبي. 9 أبريل 2012 يوم استعادة أحد أبطال أبناء هذا الشعب الشهيد عمران المقدمي، واللي يتبين اليوم وأن النضال من أجل التحرر، من أجل الانعتاق، من أجل الكرامة العربية يتجاوز كل الحدود القطرية. اليوم عرس من أجل الشهداء، شهداء تونس وشهداء الأمة في فلسطين.
والشهيد حبيب الله لا اله الا الله 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 والشهيد حبيب الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أمة علمها حب السماء كيف تبني ثم تعلو بالبناء، بيد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأشقياء. سادت الأيام لما آمنت أن بالإيمان يسمو الأقوياء، فإذا استشهد منهم بطل كانت الجنة وعد الشهداء. كانت الجنة وعد الشهداء. كانت الجنة وعد الشهداء. أعزائنا، نقف اليوم أمام جثمان أحد أبطالنا لنتعلم منه معنى التضحية والوطنية، ولنؤكد أننا أبناء أسرته على دربه سنستمر، وأن دماءنا مخزون مباح لشعبنا ووطننا. دمت يا صديقي ودمت رفيقي وصاحبي وخال بناتي نجما ساطعا في سمائنا، ودامت فلسطين حرة مستقلة في قلوبنا حتى تحقيق النصر، ودامت تونس لأبنائها جميعا. وشكرا لكل من حضر هذا التأبين، والمجد والفخار لشهدائنا والعزة لأمتنا والبقاء لله. الله أكبر. يجاب نداك يا قدس لا تمل، تشد الرحال لك فانتظر، إلى الله منك عز وجل سرى في سماك خير البشر. لنا في الخضراء تونس مثل، بمل الركاب سعى من انتظر، بخالد وفيصل وعمران البطل بليغ كمال رياض عمر. لأم الشهيد منا القبل على خدها والجبين الأغر. فلسطين شمسك لا ولن تفل، فلسطين شمسك لا ولن تفل، فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر. باسم الإسلام، باسم تونس، باسم قفصة، باسم الكسر، رحبوا بهديتنا للقدس والفلسطين الأخ والشقيق والفذ عمران المقدمي. هدية قدمناها من صلبنا لفلسطين واسترجعناها، والحمد لله والله أكبر. الله أكبر. باسم عوائل شهداء تونس من أجل فلسطين نهنئ عائلة الشهيد عمران المقدمي، ونهنئ مدينة قفصة وكل أهالي سكان قفصة بهذا المقدم وبهذا العرس الذي عاد إلينا من لبنان ومن فلسطين ليواري جثمانه الطاهر ثراء أرضنا الطيبة. ونهنئ مرة أخرى هذه المدينة المناضلة على ما قدمته من أجل الأمة ومن أجل فلسطين. الله أكبر. الله أكبر. وهنا حاضرين بيننا عديد من عوائل شهداء تونس من أجل فلسطين، فنحن مرة أخرى نهنئ عائلة الشهيد بقدومه ونزغرد له، والله يرحم الشهداء. باسم فلسطين، باسم شهداء فلسطين، شهداء الجبهة الديمقراطية، نقدم درع الشهيد لعائلة الشهيد وشكرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والشهيد حبيب الله لا إله إلا الله 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 والشهيد حبيب الله. ما تنطروش.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحن يعني اليوم شيعنا الشهيد عمران ابن قفصة ابن تونس، بالتأكيد ابن فلسطين وابن المقاومة في لبنان. شهيد عمران بطل من أبطال المقاومين الذي سطروا ملحمة بطولية اثناء تصديهم واثناء قيامهم بعملية عسكرية ضد العدو الصهيوني، والإسرائيلي اعترف بمقتل 7 جنود وضابط، مما يدل على شجاعة عمران ابن تونس وشجاعة المقاتلين الذين كانوا يجاهدون. أمام حضرة الشهداء نقول لعمران سنواصل المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا الوطني.